جون تيري لاعب كبير مفيش شك في ده، لكن ايه اسوأ لحظة ممكن يكون واجهها تيري في تاريخه؟ تعالوا نرجع بالزمن لنهائي الابطال قصاد أليكس فيركسون ومانشستر يونايتد. جون تيري كان كابتن البلوز وقتها، وبدأ الماتش وسجل رونالدو الاول لمانشستر قبل ما يتعادل فرانك لامبرد للبلوز في اخر دقيقة في الشوط الاول، وبعد كرة يشوطها دروجبا في العارضة في الدقيقة 77 يروح الماتش للوقت الاضافي لانها فضلت 1-1. تشيلسي دخل الشوط الاضافي وبعد 3 دقايق بالظبط كان لامبرد بيشوط كرة تانية في العارضة، وفي الدقيقة 100 بالظبط تيري بيشيل كرة جيجز من قدام جول فاضي من بيتر تشيك. الجو بيتوتر اكتر بسبب دروجبا اللي بيطرد بعد خناقات مع لعيبة مانشستر، وبعدها يروح الفرقتين لضربات الجزاء علشان رونالدو يضيع، ويروح جون علشان يشوط الاخيرة لو بس سجلها هيكسب اول كاس ابطال مع تشيلسي، لكن يتزحلق وهو بيشوطها وتخبط الكرة في العارضة وتطلع بره ويخسر تشيلسي اللقب. يوم كان مليان مطر بس ما كانش مغطي على دموع تيري.